أين هؤلاء الذين يقولون من زار قبر المؤمن هو شرك، هو خروج من الدين؟ ما نظروا إلى هذا الحديث؟ ما سمعوا رسول الله؟ ما وصلهم؟ رسول الله يقول مو قبر فاطمة، مو نفس فاطمة، من يزور قبر المحب لفاطمة الله عز وجل يجعل قبره مزارا للرحمة، ملائكة الرحمة. حضور ملائكة الرحمة على قبر المؤمن الموالي شنو نتيجته؟ إجابة الدعاء وقبول العمل. يقول صلى الله عليه وآله من مات على حب آل محمد جعل الله قبره مزار ملائكة الرحمة. أين هؤلاء الذين لا يتفقهون ولا يتعقلون ما يقولون؟ هذا الضياع اللي أقول إذا الإنسان لا يتفقه في دينه يصاب بالعمى. يروون هذا الحديث ثم يقولون من زار النبي مشرك، من زار الإمام مشرك، ورسول الله يقول مزار لملائكة الرحمة. شنو هالتناقض هذا الذي وقعتم فيه؟ وإلى متى تستمرون على هذا التناقض؟